بالخضره والخليع والببوش تاعي. ها هو لا حطيت الطعام، درت فوقه الببوش من الفوق، وحطيت لهنايا ها هي المرقه تاع الببوش تاعنا اللي يبغي يسقي. ان شاء الله الوصفه تاعنا تاع اليوم من مستغالين ان شاء الله تعجبكم. راني عارفه رايحين تشبوها شويه بيزا، بصح هذه اكله تقليديه مستغرميه 100%. نديروها، مانيش عارف الولايات الاخرين يديروا طعام بالببوش، حنا في مستغالين نديروه بالخليع والخضره والببوش. الكلام هذا غادي نقولها كلام شوي خطير وننزه عليه المسجد، ولكن نقوله اليوم ولات عندنا العقيد لطفي منطقه للسياحه الجنسيه للاسف الشديد. نعرف بعض العائلات تبدا ترحل يبيع برخص القيمه باش يخرج من العقيد، لان اصبحت كثير من المنازل كثير من البيوتات عباره عن بيوت دعاره مفتوحه. يسر دينك يا استاذ خليفه. قالوا لي أو جاء رسول الله يزور الجزائر، فأنا خرجت من بيتي وبديت نبحث على سيدنا رسول الله من مسجد إلى مسجد ومن مسجد إلى مسجد، حتى دخلت إلى مسجد الإمام العربي تبسي في الحمى في بلوزداد، وين أنا كبرت وتعلمت. فلما رأيته عرفته، ولكن وجدت الناس ماشي عارفينه، هو مربع رجليه وجالس، والناس لا يعلمون أنه رسول الله. جيت من أمامه وابتسمت وابتسم إلي وجلست أمامه عليه الصلاة والسلام، فقلت له يا رسول الله واش جيت تدير في الجزائر؟ هكذا بهذا السؤال بالدرجة، يا رسول الله واش جيت تدير في الجزائر؟ واش قال لي؟ والله الذي لا إله إلا هو قال لي جئت لأنشر القرآن. الله أكبر. والله هكذا قال لي جئت لأنشر القرآن. وهذه علامة على أن الشعب الجزائري لن يتخلى عن القرآن ورسول الله يعلمه. يا اللي حاكم المافيا النبي اخويا حرام عليك، انا كنت ندخل النار بسبتك انت، لما الظهر مع العصر والعصر مع المغرب وزيد بزياده 100 مات ديناه للدوش، كانش الماء ديتو لافاج عمي، ما ديتو لافاج يا اخويا. في اسبانيا والله ما عندهم الغاز. صح انا خير منهم. المهم القرعه، احنا القرعه راهي احنا عندنا الغاز في الباديه الحاجه. في اسبانيا مازال يشروا القرعه. اي صح جايه قرعه حمراء. الجزائري هو الذي اهدى هذا الوطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استرجاع السيادة الوطنية. فقال مرشد الجزائر مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستقلال: يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك. فإن الجزائري لم يجد أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدي إليه تراب الجزائر وسلاوة ماء الجزائر وتاريخ الجزائر لنحمل. ديالنا بيتزا راهي صافي 40 سنه وهي تنخدم في الجزائر، معناتها ولات ديالنا جزائريه البيتزا. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. الا شتي الفيديو عجبك ما تنساش دير لايك، اشتراك طبعا الى اول مره كتشوف القناه وبغيتي تتابعنا دير اشتراك وفعل خاصيه الجرس ديما يوصلك الجديد ان شاء الله. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو جديد.